السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا ده في يعني عملنا كده حلويات مع بعضها كده، ميكس كده حلو هيعجبكم. تعالوا نشوفها ايه معانا. الاول دلوقتي دول 2.5 كوباية من اللبن، وعليهم نص كوباية سكر، وهنحط عليهم 3 معالق النشا. خلاص حطينا 3 معالق نشا وهنقلب كويس وهنقيمهم على النار. يبقى 2.5 كوباية لبن، عليهم نص كوباية سكر، وعليهم 3 معالق نشا. هنقيمهم كده على النار لغاية ما يديني القوام اللي انا عايزاه. بصوا القوام اللي انا عايزاه بالراحة كده، يعني مهلبية يعني. هناخدها كده في الاول، اول ما خلاص القوام بتاعي يبقى تمام هروح منزلاها من على النار. عندك بقى كاسات، عندك كوبايات، عندك كوبايات بلاستيك، يعني شوفي ايه اللي يريحك اعمليه. اهو بصوا القوام ده القوام بتاعها اللي انا عايزاه. انا هنا كده دي معايا كاسات كده صغيرة، وفي معايا كمان كوباية بلاستيك. كوباية البلاستيك دي اللي هي ليها غطا دي، عشان لو انا لو انت حبيتي تديها لبنتك او ابنك في هو رايح المدرسة هتحطيها بالغطا بتاعها وياخدها عادي، مش هيجرى لها اي حاجة. فانا اوريكم في الاتنين يعني. اه بنغرف منها حاجة يعني كمية صغيرة من تحت، عشان لسه هحط عليها جيلي وشوكولاتة، فلسه محتاجة انا بقية الكوباية يعني. انا هنا حطيت فانيليا، بس انت يعني ما جاش في التصوير بتاع المقطع، انما انا حطيت رشة فانيليا. مش عايزة فانيليا ما تحطيش، براحتك اللي انت عايزاه. شوفي انت بتحبي ايه واعمليه يعني. ممكن لو ما حطيتيش فانيليا ما يجراش اي حاجة خالص، وطعم اللبن حلو مع النشا طعمه حلو. بس انا حطيت رشة فانيليا وما بهنتش في التصوير. اهو بصي كده هنبتدي نغرف كل الكمية كده بالراحة، وهنسيبها طبعا لما تبرد خالص. هنسيبها لما تبرد تماما. اهو تمام كده. تعالي بقى نعمل المكون التاني اللي هو جيلي مانجا بقى، جيلي تفاح، جيلي فراولة، الجيلي اللي بيولادك بيحبوه. الاول هنحط كوباية مية سخنة وهندوب فيها كيس الجيلي. دوبيه كويس جدا بالمية السخنة الاول. هو المفروض الكيس بياخد كوبايتين مية، بس انا بصراحة حطيت له كوباية ونص بس، عشان انا عايزاه تخين شوية، مش عايزاه خفيف. كده عملناه جامد كده خلاص. بالمعلقة اوعي تصبي على طول المعلقة، عشان تدي تحطي الكوباية يعني ما يخرمش المهلبية. اهو هنوزع الكمية دي على كمية الكاسات اللي عندي. المعلقة هتحمي ان هو بالبسبوس كده يروح خارم المهلبية من النص. احنا مش عايزين كده، بالراحة كده. طبعا هتدخليها التلاجة لغاية ما يجمد تماما، الجيلي يجمد. مش هتعملي المرحلة الأخيرة غير لما الجيلي يجمد خالص. ودي حاجة كلنا عارفينها، ان الجيلي لازم نسيبه ياخد وقته في التلاجة. احنا سايبينه بقى في التلاجة كده. تعالي بقى المرحلة اللي بعد كده. انا كترت الكمية شوية، يعني دي انا حاطة حوالي 4 كوبايات لبن، وحطيت كوباية سكر، وهنحط عليها النشا. ليه كترتيها يا نونة؟ عشان انا ولاد يعني في عندي مجموعة عايزة شوكولاتة سادة، يعني عايزاه كده المهلبية شوكولاتة لوحدها. وحطينا كاكاو، ده كاكاو اسباني يا جماعة، احسن كاكاو موجود في السوق، بيديكي طعم الشوكولاتة بالظبط. هندوب الخليط كده كله مع بعضه، وهنحطها برضو على النار.
انا كترت ده، انا كل ده مش هحطه على الكاسات، بس هما في عندي جزء عاوز مهلبيه شوكولاته لوحدها كده. والله مش هقول لكم الاطفال عشان ما اكذب، ده الكبار، الكبار هما اللي عايزين شوكولاته ساده كده. اهو كده داب، اتاكدت ان هما دابوا كويس جدا على البارد. هنطلعها بقى نحطها على النار تاخد وقتها لما تستوي، تشكل بقى يعني تديني القوام ايه اللي انا عاوزاه. اهو على النار اهي. قلبي جامد، خلي بالك ايه وانت يعني قلبيها جامد. بصي القوام بيبتدي ايه يتخن اهو. معانا بقى كده قطعة شوكولاتة، حطيتها يدوب كده وتدي طعم، يعني تديني تيست عالي كده للمهلبية، تبقى كلها شوكولاتة يعني. ودي حاجة اختيارية، مش عايزة تعمليها ما تعمليهاش براحتك، يعني لو انت مش عايزة بلاش خالص. اهي بصوا ده القوام بتاعها. اهو تمام كده تمام. بصوا بقى جامد الجيلي، جامد ازاي ده اهو، بصوا الجيلي جامد ازاي. نصب بقى كده بالراحة كده خالص. انا بقى هنا كنت صبيت الكمية بتاع اللي هو السادة يعني. انا كنت بردانة جدا لان انا كنت عاملاها لهم عبال ما جيت اصب اعمل الشوكولاتة دي كنا بالليل، فكنت بردانة جدا بصراحة. لبست الشال على وانا قاعدة في البيت، تلج، الجو كان تلج بالنسبة لي. ايوه بصوا كده، طبعا المنديل بقى وهنضف ده كله يعني. الدنيا كانت بتمطر بره وتلج، انا كنت سقعانة جدا. اهو خلاص، منديل بقى انا ونضفت كل الحواف دي. شوية جوز الهند بسيطة كده وهنزل في الوسط، مش عايزة بلاش يعني مش يعني مش اجبار، يعني انت مش عايزة ما تعمليش، بس انا حبيت كده ايه يعني اخلي شكله حلو. مش عايزة ما تعمليش، عندك سوداني عندك حاجة ما فيش خالص مش مشكلة، هي كفاية كده لوحدها كده جميلة قوي. ايوه كده تمام، اهي الشوكولاتة لوحدها صبيناها لوحدها كده في 4 كاسات. ايوه تمام قوي كده. بصي اهو، بصي الشكل، بصي الشكل اهو. بصي هي طبقة جيلي بسيطة مش كبيرة، يعني حطها بين المهلبية الشوكولاتة والمهلبية اللبن. طبعا هنا الشوكولاتة ما حطيتش عليها فانيليا، خلي بالكم، هو المهلبية لبن بس اللي حطينا عليها فانيليا. بصوا ما شاء الله تحفة بصراحة، وعجبتهم جدا. ودي بصي اهي، انا هوريكي كوباية اهي كويس. هوريكي بقى انا ايه اجيب الغطا ثواني كده اهو. كده لو انت عايزه، هي الكوبايه دي بتتباع بغطاء كده، لو انت عايزه كده تديها لبنتك وهي رايحه المدرسه التمرين، هتاخدها في ايديها عاديه جدا مفيهاش اي ولا هيجرى لها اي حاجه. اهو بصي عملنا مجموعه كبيره ما شاء الله. اوعي تنسي تحطي لايك، لو انت مش مشتركه في القناه اشتركي، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله، تركتكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.